ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا نعمل مع بعض احلى قرص فلاحي مع كوبايه الشاي في الاجازه بقى اليومين دول. هتبقى احلى حاجه الصبح او احلى حاجه في العشاء بالليل. شايفين طريه وهشه ازاي واسفنجيه ازاي، وشوفوا قلبها ابيض ازاي، تحفه وطعمها تحفه. كيلو الدقيق هيطلع معانا عدد القرص ده كله. واهم حاجة في القرص دي اللي احنا نسيبها تخمر، وطريقة التسوية تبقى على درجة حرارة 180. هتطلع معانا هشة وعالية وجميلة ولونها جميل زي كده، وقلبها ابيض وطرية وطعمها تحفة. تعالى اقول لكم المكونات هتبقى ايه. هيبقى معانا كوباية سمنة، هيبقى معانا كوباية قدها قشطة، هيبقى معانا علبة زبادي، هيبقى معانا كيلو دقيق عليه رشة ملح، كيس بيكنج باودر، كيس فانيليا، معلقة خميرة ومعلقة سكر وربع كوباية مية ونسيبهم يخمروا على جنب، كوباية لبن، 5 معالق سكر. كده دي كل المكونات اللي معانا. شايفين المكونات بكل بساطة وبكل سهولة، حاجات موجودة في كل بيت. زبادي ولبن وقشطة وسمنة، ممكن نستبدل السمنة بالزيت، ممكن نص زيت ونص سمنة. كيس بيكنج باودر على كيلو دقيق ورشة ملح، وفي العجان او على ايدينا ممكن نعجن، يعني ما فيش اي مشكلة. معانا كوباية القشطة هندوبها في كوباية اللبن، لازم كوباية اللبن تبقى سخنة جدا علشان كوباية القشطة تدوب فيها. هنسيبها على جنب تدوب، وهنشوف العجينة بتاعتنا هنعملها ازاي عمال ما القشطة تدوب في اللبن. هنحط السمنة على الدقيق وهنحط الزبادي معاهم، ونقلب بايدينا لو احنا هنعجن على ايدينا، او هنقلب في العجان لغايه ما يبقى الدقيق اللي معانا زي الرمله المبلوله. يعني هنفضل نقلب كل السمنه والزبادي والدقيق مع بعض. هنحط معلقتين سمسم متحمصين، ده اختياري، عايزين نحطهم ممكن نحطهم، مش عايزين بلاش. عايزين نزود شويه ممكن نزود شويه. هنقلب بقى كل الكلام ده مع بعض لغايه ما نشوف الدقيق بتاعنا زي الرمله المبلوله، او النتيجة اللي احنا هنشوفها دلوقتي ان الدقيق يتشرب كل السمنة والزبادي. هنشوف دلوقتي هيبقى شكل الدقيق عامل ازاي. احنا عايزينه يوصل للدرجة دي. اول ما يوصل للدرجة دي هنحط بقية المكونات بتاعتنا. اهو احنا عايزينه يوصل كده. بعد كده هنحط كيس الفانيليا بتاعنا، ده اختياري برضو بس بيديها ريحة حلوة جدا وهي في الفرن. خلطنا كويس جدا الزبادي والسمنة مع الدقيق. خلاص كده هنفصل العجان ونحط بقية المكونات بتاعتنا. هنحط 4 معالق سكر لو احنا عايزين الطعم مظبوط على كيلو الدقيق. لو عايزينه مسكر شوية هنحط 5 أو 6 معالق من السكر. أنا دلوقتي حطيت حوالي 4 معالق من السكر، أنا مش عايزاها مسكر قوي. خلاص كده حطينا السكر. هنديها تقليبة برضو كده، يعني هنقلب كل المكونات دي ببعض عشان السكر يختلط مع الدقيق. كده القشطة دابت في اللبن اللي كان مغلي. دلوقتي اللبن دافي مش مغلي قوي، يعني مش سخن جدا. فهنحط بقى اللبن والقشطة وهنعجن كويس جدا لغاية ما العجينة تبقى ناعمة جدا معانا. اهم حاجة في القرص ان العجين يتعجن كويس جدا. يعني نقعد بايدينا، لو احنا هنعجن بايدينا نقعد حوالي ربع ساعة نعجن فيها لغاية ما ناخد عجينة ناعمة معانا. اهم حاجة مرحلة العجن اللي هي تبقى ناعمة جدا علشان يطلع قلبها طري وناعم، وتبقى طرية زي ما احنا عايزين بالظبط. هنحط الخميرة دلوقتي. الخميرة كنا حاطين ربع كوباية مية دافية على معلقتين سكر على معلقة خميرة. شفتوا العجينة وصلت لإيه؟ هو ده اللي أنا عايزة أوصل له. عجينة طرية جدا وما بتلزقش في إيدينا، وطرية في نفس الوقت، يعني العجينة مش ناشفة بس ما بتلزقش. هنغطي العجينة تخمر حوالي ساعة أو ساعتين. هنسيبها على جنب، وبعد كده هناخد العجينة نكورها كور وهنسيبها تخمر تاني. يعني العجينة دي بتخمر مرتين. شايفين طرية بعد ما خمرت برضو طرية وملمسها ناعم ازاي؟ طول ما هي ملمسها ناعم نعرف ان العجينة ناجحة. لو العجينة خشنة معانا او ناشفة معانا او بتلزق في ايدينا، كل ده دليل ان العجينة مش ناجحة معانا. اهم حاجة في العجينة اللي هي تبقى طرية وناعمة جدا. شايفين؟ بكورها بايدي بتتكور بكل سهولة وتتبطط وبتاخد الشكل اللي انا عايزاه، ده دليل ان العجينة ناجحة 100% معايا. هنقسم العجينة بتاعتنا حوالي 24 كورة او 22 كورة. الكور اللي احنا هنعملها هتبقى يعني سميكة شوية مش رفيعة قوي. هناخد الكورة ونبططها في الصينية زي ما احنا شايفين كده، وسمكها مش هيبقى رفيع جدا. هناخد الكور كلها بقى، هنكور العجينة كلها. هيطلع معانا كمية كبيرة جدا من كيلو الدقيق. يعني العدد اللي هيطلع معانا من كيلو الدقيق حوالي 24 قرصة.
هنكور زي ما احنا شايفين ونحط في الصينية، وبتتبطط معانا بكل سهولة. هو ده السمك اللي انا عايزاه، مش عايزاها ارفع من كده ولا اتخن من كده. هنسيب العجينة دي هتخمر مرة كمان، هتعلى عن كده شوية، وفي الفرن هتعلى كمان شوية عن كده. شايفين هو كده خلاص خمرت معايا وعليت. السمك ده مناسب جدا، والحجم ده مناسب جدا للقرص الطريه، علشان اللي ياخد قرصايه يعرف يخلصها، او ما يفيدش حاجه او يتقطم منها وبعد كده تتساب. الحجم ده مناسب جدا لو واحد هياكل واحده. حلوه قوي، وجربوها بجد 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 تحفه في الفطار وفي العشاء، وطريه جدا وهشه جدا، وبكل ثقه هتعملوا قرص ناجحه 100%. بس امشوا على الطريقه بالظبط. هنكون مجهزين الفرن على درجه حراره 200، مسخنينه على 200، وبعد كده هننزله على درجة حرارة 180، وهندخل القرص لغاية ما تاخد اللون الذهبي من فوق ومن تحت. لو خدت لون ذهبي من تحت ولسه فوق، هنشغل الشواية ثواني بس تاخد اللون الجميل ده. كده القرص خلصت معايا وعليت اكتر اهي في الفرن، وطرية جدا. اهم حاجة مرحلة التخمير نسيبها تخمر كويس جدا، ومرحلة السوى نخلي درجة الحرارة على 180. القرص طالعه طريه جدا وهشه جدا واسفنجيه من جوه، ولونها جميل وطريه. طريقه الحفظ ممكن نحفظهم في الفريزر، يعني نحط القرص دي كلها في اكياس كده، كل قرصتين في كيس، ونحطهم في الفريزر ونطلعهم قبلها بشويه، هيطلع زي الطازه بالظبط. دي طريقه الحفظ، لان القرص الطريه ملهاش روح تقعد بره، يعني ما نسيبش الكميه دي كلها قاعده بره، يا اما في التلاجة يا اما في الفريزر. حلوه قوي بقى مع الفطار والعشاء، مع كوباية شاي أو كوباية شاي بلبن. حلوة جدا وسهلة جدا، والولاد هيحبوها قوي. يا رب تكون الوصفة النهاردة عجبتكم وتقوموا تنفذوها. الطريقة سهلة جدا، والمكونات موجودة في كل بيت. وقوموا دلوقتي اعملوها وفرحوا ولادكم، والريحة هتقلب الدنيا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير عشان ناس كتير تستفاد من الفيديو، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.